في يوم جميل على شاطئ البحر، كان ابن ميسي وابن رونالدو يستمتعان بوقتهما معا. فجأة وجدا سيارة صغيرة مصنوعة من البطيخ، لكن اختلفا على من سيأخذها. أخذها ابن رونالدو أولا، لكن ميسي تعصب وانتزعها منه بلا رحمة. ابن رونالدو بدأ يبكي، لكن والده كان هناك ليغير كل شيء. رونالدو صنع له سيارة مذهلة من الفراولة، أجمل وأسرع من الأولى. ابن رونالدو يستمتع باللعب، بينما ابن ميسي لم يحتمل الغيرة وبدأ يبكي. هذه المرة نفد صبر رونالدو، فوقف في وجه ميسي بكل قوة. لكن في النهاية تصالحوا، وكل واحد استمتع بسيارته، والكل خرج سعيدا. والعبرة السعادة الحقيقية أن تستمتع بما لديك.